السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة جايبه لكم فيديو كده مختلف شوية. يمكن الفيديو ده محدش هيعرف انا عاملة ايه او ايه الحاجة دي او الصنف ده او الوصفة دي ايه. الوصفة دي للأمانة انا علمتها لي حماتي الله يرحمها، ويعني رهيبة جدا في طعمها، وبعملها وبتطلب مني من زوجي كل سنة. هي ما تنفعش تتعمل غير كل سنة. بس قبل ما ندخل الوصفة ونعرف تفاصيلها، صلوا بينا على النبي. واللي مشتركش في القناة ياريت يشترك ويفعل الإشعارات على الكل، علشان يوصل له كل ما هو جديد من الفيديوهات اللي بنزلها. وحطوا لنا اللايك بالله عليكم. عايزة القناة تترفع، وهتترفع إن شاء الله بتفاعلكم فيها. ايه الأجراس اللي انتي عاملاها دي يوم أحمد، و عبارة عن ايه، ومكوناتها ايه، وطعمها ايه، وبتستخدميها في ايه؟ كل التفاصيل هقولها لكم في الفيديو. شايفين لونها الحلو ده؟ اللون ده يعني اخضر زاهي، بس الكاميرا مش جايباها بلونها الطبيعي. إيه ده؟ عبارة عن توم. طبعا كلنا دلوقتي في الفترة دي بنخزن التوم اللي هو الجديد. انا باخد الرصانة الصغيرة كده واللي بتكون عروقها لسه خضرة، باخدها بنضفها كويس، وبشيل بص الرصانة الراس صغيرة خالص، مش هينفع بعد كده تتخزن دي او تتنشف وتتحط كده، فمش هتغلبك وتطلع عينك في انك تقشريها. وصعبة كمان ان انتي تفرميها، لان بيبقى فيها كده عودة ناشفة من جوه. فيعني لو نجيتي كام راس من الصغيرين خالص دول بالعروق بتاعتهم الخضراء وعملتيها في الوصفة دي، هتعجبك جدا جدا، وهتكون بديلة للثوم البودر. وكمان نكهتها عالية جدا، ممكن تستخدميها كبهارات للبطاطس المقلية، بهارات للبدنجان المخلل، بهارات للطماطم. هي بصراحة حماتي كانت بتعملها أكتر حاجة للطماطم، كأنها طماطم متخللة، بس بتبقى طعمها غير خالص. اللي انت بتحطي لها توم أخضر فريش، دي طعمها مختلف خالص، ولو جربتوها مش هتبطلوها. عملت ايه؟ طبعا بعد ما نضفتهم وقطعتهم علشان يسهل عليا في الكبة، كانوا زمان هما بيفرموها على مكنة البسكوت، على السلاح بتاع المفرمة. دلوقتي في الكبة فسهل علينا الأمر خالص. باخد العيدان دي الخضرة وكمان الرصانة الصغيرة دي، وبفرمها كويس جدا في الكبة زي ما انتوا شايفين كده. بتبقى يعني مهما فرمت فيها بتبقى ظاهرة كده قطع صغيرة كده، وهو ده المطلوب. احنا عايزينها تكون ظاهرة بحيث لما نعملها جراس وننشفها، نيجي نفركها تكون باينة كده، لما بنرشها على الطماطم على البطاطس، هيبقى طعمها بصراحة رهيب رهيب. خدت الكمية جزء منها وفرمته، وبعد كده كملت الجزء التاني. اللي بتضيفيه عليها ده انا عندي ملح مبهر اللي محطوط عليه كمون، ومحطوط عليه كزبرة، ومحطوط عليه فلفل اسود، يعني مبهر من كله. بصوا بعد ما بتتفرم بالملح بتاعها، بتبقى عاملة زي العجينة. طبعا لو عملتيها بإيدك، ريحة التوم هتفضل يعني يوم يومين في إيدك. فأسلم حل يا إما تلبسي كيس، يا إما تلبسي جوانت زي كده، وتبدأي تجرسيها وتعمليها جرس صغيرة زي ما انتوا شايفين كده. باخد قطعة قطعة وبعملها جرس. وجبت صينية، ويفضل تكون صينية لو هتستخدميها ألمونيوم أو ستانلس، علشان تبقى سهل عليك ان انت كل شوية تخلعي القرص وتقلبيه. لازم مرحلة ان انت تقلبيه كل يوم والتاني، يعني مثلا صبح وبالليل كده تقلبيه علشان ينشف من كل الجهات وما يبصش منك. انا نشفته على المروحة، في ناس بتنشفه في الشمس بس اللون الخضار بتاعه ده بيروح، بيبقى لونه مصفر، لكن انا عايزة لونه اخضر زي ما انتوا شفتوا كده في اول الفيديو. جبت اكياس من بتاعة التلاجة، فتحتها كده من النص وفرشتها على الصينية، وبدأت أجرس التوم المفروم زي ما انتوا شايفينه كده. دي عبارة عن توم، الرصانة الصغيرة بتاع التوم الجديد والعروق. ناس هتسألني تقول لي طب ننفع نعملها بالتوم القديم والكده؟ ما ينفعش. هي عايزة العروش بتاعة التوم الخضرة، وعايزة ان انت تعمليها كده وهو التوم طازة، بتبقى نكهة التوم قوية جدا فيه. اللي وصل لنا للحتة دي يصلي بينا على النبي ويقول انا وصلت للحتة دي، ويذكرني ان هو حط اللايك. بالله عليكم كده حط اللايك عشان الفيديو يترفع. اللايك مش بفلوس ولا تخسري اي حاجة خالص، ولا هياخد من باقة النت ولا اي حاجة، بس هيرفع لي الفيديو ويرفع من المشاهدة بتاعتها. اديكم شايفين مشاهدات القناة يعني مزعلاني خالص. نرجع للفيديو بتاعنا. انا بجرس فيها زي ما انتوا شايفين كده على الاكياس اللي انا فرشاها على الصينية.
هتعمليهم كده، طبعا عاملة كمية صغيرة. حماتي الله يرحمها كانت تعمل كمية كبيرة خالص، بحيث كانت توزع منها لحبايبها. فأنا عاملة كده كام قرص كده صغيرين، بحيث إن أنا يعني على نفس جوزي. وولادي برضو لما بيجربوها بيلاقوها حلوة، بيحطوا منها على البطاطس والطماطم. وعارفة لو عملتوا مكرونة كده بصلصة ورشيتوا حتة منها، يعني فركتوا كده حتة من القرص ده وفركتوه عليها، بيبقى طعمها رهيب. جربتها أنا كمان في المكرونة وفي الملوخية. الملوخية كده هي وعلى النار كده قبل ما تفور، حطيت حتة صغيرة كده فركتها من الشرب على الشوربة، ادت طعم الملوخية جميل جدا، وودت طعمها في حتة تانية خالص. بصوا، ده تاني يوم الصبح رحت مسكتها قلبتها كده، طبعا حطها انا تحت المروحة بحيث تنشف معايا من غير ما لونها يتغير. الاجراس الحلوة دي طعمها واحدة يعني، كفيلة تعمل معاكي كمية من الطماطم. لو هتشرحيها طماطم كده زي السلطة، او بطاطس وترش منها جزء كده، بيبقى كده قوية جدا. جربيها حتى لو كان في كمية صغيرة زي كده او اقل من كده، وشوفي طعمها وشوفي نكهتها وبعد كده هتعجبك، وهتعتمديها كل سنة في دخلة التوم الجديد. هتلاقي نفسك كده راحت عليها وراحت على الطعم بتاعها، هتعمليها. بصوا فايدة الكيس كمان اللي انا فرشه، كيس التلاجة اللي فرشاه على الصينية، لو قرص زي القرص كده جلبته حتة منه مسكت في الكيس كده او مسكت في الصينية وما طلعتش، لما هتنشف يعني هقلب الكيس كده وهتتفرج معايا وتطلع معايا بمنتهى السهولة. لكن لو حطيتيها على صينية ألمونيوم، عشان الملح اللي فيها ممكن تاكلك الألمونيوم، لأن الملح بياكل الألمونيوم. فأسلم حاجة صينية صاج زي دي أو صينية ستانلس، هتكون حلوة جدا. وتحسبا لأي حاجة حط لها أكياس، عشان لو عملتيها في صينية ستانلس، صينية ألمونيوم، صينية ميلامين، أيا كان ما تتضرش. بصوا هنا أنا حطاها تحت المروحة كده في مكان عالي، وبهويها، وكل يوم والتاني بقلبها. بصوا كده نشفت خالص، بقت ناشفة جدا. تقدري تاخدي منها بالحتة وتفركي زي ما أنا هعمل، على أي مكرونة، على اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، على بطاطس مقلية، على طماطم كده مشرحاها جنب الأكل، بتبقى حلوة جدا جدا جدا. كمان لو حطيتي منها حتة كده فرقة صغيرة كده على الفول، يا سلام! عمرك ما هتاكلي فول بالطعامة زي اللي هتاكليه بالتوم المفروم ده. هتقولي ده بديل التوم البودر؟ لا، ده حاجة والتوم البودر ده حاجة تانية خالص، ده نكهته أقوى بمراحل من التوم البودر. جربوها وإن شاء الله الوصفة الغريبة دي تعجبكم. الناس زي ما قلت لكم كده في العنوان إن الناس بتعمل وصفات أكل ومش عارفة أنا عاملة لكم وصفة مختلفة وغريبة. ما أظنش إن حد قدم لكم الوصفة دي قبل كده. إن شاء الله تعتمدوها كل سنة في دخلة التوم، وكل سنة وانتم طيبين، ويتعاد عليكم الأيام بخير يا رب. يا رب يكون الفيديو بتاعي كده عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، والوصفة دي تكون في ميزان حسنات حماتي الله يرحمها.